عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشين جدا. على فكرة انا النهاردة هعمل مكرونة بالطماطم واعمل كبد وقوانص، قوانص وكبد، كبد وقوانص. المهم الطريقة هنشوف احنا هنعملها ازاي. خلاص، وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم جدا. واقول لكم من دلوقتي الف هنا، خليكم معايا. دي الكبد والقوانص، تجنن وتجوع على فكرة. انا قلتها جميلة جميلة جميلة، ونخش نشوفها عملناها ازاي. ودي المكرونة بالطماطم. اوكي، نشوف احنا عملناها ازاي وان شاء الله تعجبكم. واقول لكم من دلوقتي برضو الف هنا. هنا بسلق المكرونة، يا خلاص كلام سليم. وهنا نص سلقة للقوانص. وهنا هعمل الطماطم، خليكم معايا. وهنا الطماطم، هنا معايا توم، معايا بصل متقطع سلايز، ومعايا هنا بصل ناعم، ومعايا هنا فلفل اخضر ناعم ده عشان الطماطم، وعندي هنا فلفل الوان وكزبره عشان القوانص والكبده. هنا الكبده والقوانص، كبد فراخ وقوانص. اوكي، هنعملهم، خليكم معايا. قبل ما انزل بالطماطم، نزلت بالبصل اللي انا مخرطه ناعم قوي، هخليه يحمر قوي. وبعدين بعد كده هنزل بالفلفل الالوان، وبعد كده هنتقابل قبل ما ننزل الطماطم. خليكم معايا، هام جدا. شفتوا لون البصل بقى عامل ازاي؟ وبعدين حطيت عليه ايه؟ اهو بهارات الدجاج. اوكي، بس لان البهارات دي فيها حاجات كتير، خليكم معايا. ونزلت هنا بالفلفل. خلاص، الفلفل ايه؟ الاخضر. كلام سليم. وهنقلبه وارجع لكم تاني. نشوف اللون. شفتوا اللون بقى عامل ازاي؟ مهم جدا. ليه؟ لانها هتبقى الطماطم لما تطلع هتبقى زي بالظبط المطاعم. خليكم معايا. ليه؟ ننزل على طول بالمكرونه دلوقتي، لان احنا كده نزلنا بالمكرونه وهنسيبها تعصج. وخليكم معايا معلش عشان انا بصور لوحدي. حبيت اوريكم اللون بقى عامل ازاي، ولسه كمان شويه وهيبقى بالظبط زي ما انا قلت لكم مطاعم. دي بقى تتحط مع المكرونه. اوكي، خليكم معايا. هنا المكرونه خلاص جاهزه. وبعدين هنا طبعا الفلفل الالوان والكزبره، وعندي كمان البصل المتقطع سلايز والثوم. الحاجات دي خاصه بالقوانص والكبد. اوكي، ونروح هنا دلوقتي. بص الطماطم بقت عامله ازاي، اظن كده يبقى نقول الطماطم كويس جدا لحد كده. وخليكم معايا. السلام عليكم، رجعت لكم. هنا انا حطيت حته زبده وشويه زيت. اوكي، وبعدين هنا عندي طبعا القوانص نص سلقه، وادي الكبده، وادي البصل. اول حاجه هنزل بيها اهو، ادي البصل. اوكي، ده اول حاجه هنزل بيها، واستنى عليه شويه طبعا. وبعدين بعد كده راجع لكم، خليكم معايا. السلام عليكم. اجي طبعا هنا ده التوم، هنزل بالتوم. نزلت بالتوم. عندي هنا توابل فراخ، خلاص. وعندي فلفل، عندي توابل فراخ، فلفل، كمون، معلقة واحدة ملح. وعندي كمان حاطط هنا بابريكا بالتوابل، نحطهم. يلا اهو. انا حطيت هنا ليه معلقة ملح؟ لان طبعا الطماطم احنا حاطين عليها الملح، صح؟ خليكوا شويه معايا وارجع لكم تاني. انا معلش انا بقطع في الفيديو عشان مش عايزه طويل عشان ما تملوش، بعد اذنكم. ونزلنا بالقوانص اهي، الشكل جميل، والريحه كمان مع التوابل. وهنسيبها تشتغل شويه القوانص، لان عارفين القوانص جامده، فانا اديتها نص سلقه عشان هنا بعد كده تشتغل هنا. وقبل ما انزل بالكبده هنزل بالفلفل واقلبه معاها. وبعدين اخر حاجه هننزلها الكبده. خلاص، خليكم معايا. رجعت لكم احبائي. على فكره الكاري بالتوابل اللي اتحط يجنن، ريحته روعه. هنزل دلوقتي
بايه؟ لا، خليها. هننزل بالكبده. صح، ننزل بالكبده بتاعتنا. ايوه، ننزل بالكبده. والكبده ما بتاخدش وقت على فكره. خلاص، وخليكم معايا. ورجعت لكم. اظن الشكل يشهي يشهي، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ها، اخر خطوه اهي. خلاص، وخليكم معايا. تمام. هنوطي عليها بقى ونسيبها شويه ونجهز للمكرونه. خليكم معايا. ها، نقلتها في الصينيه. ادي الكبد والقوانص. ها، ايه رايكم؟ تمام. وموطي البوتاجاز عليها وبجهز اهو عشان المكرونه. خلاص، هننزل بالمكرونه اللي احنا سلقناها في الطماطم اللي احنا عاملينها دي. اوكي، خليكم معايا. وادي الطماطم مع المكرونه. ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله. خلاص، خليكم معايا. وده الطبق بتاعنا اللي هو المكرونه بالكبد والقوانص. هقول لكم ايه، الف 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 هنا. بجد اعملوها، وان شاء الله هتبعتوا لي على الكومنت ان فعلا الكبده والقوانص بالطريقه دي تجنن. الف هنا. في امان الله. السلام عليكم.